بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثاني الإعدادي مع استكمال لحل تدريبات التفاعلات الكيميائية. السؤال السابع على بركة الله تعالى بيقول لي احتراق علل لما يأتي. انصهار الثلج يعد تغير فيزيائي لأن التغير يحدث في الشكل، يعني هيتحول من حالة صلبة لحالة سائلة دون تغير في تركيب الماء. طبعا الماء هيحدث فيه تغير، بس التغير ده هيكون في الحالة فقط، دون تغير في مين يا ولاد؟ دون تغير في تركيب مين؟ في تركيب الماء. 2 بيقول لي احتراق الخشب يعد تغير كيميائي لأن التغير هنا يحدث التغير في التركيب والشكل. يعني هنا شكل الخشب هيتحول إلى إيه؟ إلى قطعة من الفحم، فهنا هيحدث تغير في التركيب والشكل. 3 تهشم مياه، زجاجة مياه مملوءة لحافته ومغلقة جيدا عند وضعها مبردة في الثلاجة لا يعد تغير فيزيائي. أقول له ليه؟ لأن التغير هنا هيكون تغير في الحالة الفيزيائية. يعني إيه حالة فيزيائية؟ يعني الماء هيتحول من حالة سائلة لحالة صلبة، والماء لما بيتحول من حالة سائلة لصلبة تزداد كثافته، ولما ازداد كثافته يتمدد، أقول له كده يتمدد الماء، يعني تزداد كثافة الماء وعند التجمد، فبالتالي يؤدي إلى التهشم، ولذلك ده يعد تغير فيزيائي وليس تغير كيميائي. رقم 4 التفاعلات الكيميائية تكون مصحوبة بتكوين مواد جديدة، لأن أي تفاعل كيميائي يحدث فيه كسر في المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة بين المواد الناتجة عن التفاعل. تمام كده يا بابا؟ رقم 5 حدوث فوران عند إضافة بيكربونات الصوديوم إلى حمض الأستاتيك. لأن أقول له هنا ليه بيحدث فوران؟ لأن يحدث تفاعل كيميائي، وهذا التفاعل يكون مصحوب بغاز ثاني أكسيد كربون اللي هو مسؤول على وجود الفقاعات. رقم 6 بيقول لي تكوين راصب أبيض من نترات الفضة وكلوريد الصوديوم عند تفاعل. أقول له إن يحدث تفاعل كيميائي بين نترات الفضة وكلوريد الصوديوم ينتج عنه كلوريد الفضة، ينتج عنه مسحوق أبيض من كلوريد الفضة، وإذا تعرض هذا المسحوق يتحول إلى اللون البنفسجي. رقم 7 يستدل على تفاعل الخرسين مع محلول كبريتات النحاس من تغير اللون، لأن لما بضيف الخرسين لما بضيف مادة الخرسين إلى كبريتات النحاس، أدي كبريتات النحاس، طبعا بيتكون كبريتات الخرسين عديمة اللون، ويؤدي إلى زوال كبريتات النحاس. يبقى أنا هقول له هنا إنه بيحدث زوال لكبريتات النحاس، لون كبريتات النحاس الزرقاء، وبيتكون بدلا منها كبريتات الخرسين عديمة اللون. رقم 8 هنا بيقول لي تكون فقاعات عند إضافة حمض الهيدروكلوريك إلى شريط المغنيسيوم. أنا معي مغنيسيوم، لما أضيفه على حمض الهيدروكلوريك هيحدث يا بابا؟ هيتكون كلوريد المغنيسيوم ويتصاعد غاز الهيدروجين، أو غاز الهيدروجين ده هو المسؤول على حدوث فقاعات غازية. رقم 9
عند حرق شريط من المغنيسيوم لابد من استخدام استخدام قناع واقي. ليه؟ أقول له يتفادي، عشان أتفادى حدوث أضرار، أتفادى حدوث أضرار من الضوء من الضوء اللايت الساطع برايت. يجب عدم لمس المسحوق الأبيض المتكون فوق حرق شريط من المغنيسيوم، لأنه بيكون هذا المسحوق بيكون ساخن، فقد يتسبب الإنسان بأضرار بالغة. تعفن ثمرة البرتقال عند تركها لفترة طويلة يعبر عن تفاعل كيميائي، لأن يتغير شكل وتركيب من مادة التفاح ويتكون عنها مادة جديدة. انبعاث رائحة قوية عند حرق السكر، لأنه بيحدث تفاعل كيميائي ينتج عنه تغير في لون السكر وحدوث دخان ورائحة. اللي بعده تكون مادة صلبة عند تسخين خليط من الزيت. ليه بيتكون مادة صلبة عند تسخين خليط من الزيت مع الصوديوم الكاوي؟ أقول إن بيحدث تفاعل كيميائي ينتج عنه مادة شديدة القوام تعرف باسم الصابون. صدى الحديد عند تعرضه للأكسجين هواء الرطب، أقول إنه بيحدث تفاعل كيميائي بين الحديد وبخار والهواء الجوي، ينتج عنه مادة جديدة ألا وهي صدى الحديد. ألا وهي يا أولاد؟ صدى الحديد. النقطة اللي بعد كده على بركة الله تعالى، لا تنسونا الاشتراك في القناة. رقم كم يا أولاد؟ السؤال رقم 8 بيقول لي ماذا تلاحظ؟ تلاحظ إضافة الخبز إضافة صودا الخبز إلى حمض الكبريتيك المخفف هينتج عنه يا بابا؟ هينتج عنه فوران وتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون. رقم 2 بيقول لي لو أضفنا محلول نترات الفضة إلى كلوريد الصوديوم هيتكون كده. نكتب المعادلة مع بعض. هقول له نترات الفضة مع كلوريد الصوديوم، فبينتج عنه كلوريد الفضة ومعها نترات الصوديوم. فكلوريد الفضة ده بينتج عنه مسحوق أبيض غير قابل للذوبان في الماء، ولكن عند تعرضه للهواء يتحول للون البنفسجي. رقم 3 تعرض كلوريد الفضة الأبيض لضوء الشمس، لسه قلنا هيتحول changing color، هيتغير لونه للون البنفسجي. طب رقم 4 يا ولاد بيقول لي لو أضفنا قطعة من الخرسين إلى محلول كبريتات النحاس هيحدث زوال لون كبريتات النحاس الزرقاء ويتكون كبريتات خرسين عديمة اللون. رقم 5 إضافة حمض الهيدروكلوريك لشريط المغنيسيوم هيتصاعد غاز الهيدروجين. اشتعال شريط من المغنيسيوم في الهواء، لما يشتعل شريط من المغنيسيوم في الهواء هيتحول لمسحوق أبيض لامع.
7. ترك ثمرة فاكهة في الهواء لفترة طويلة، هيحدث تفاعل إيه؟ أقول يا أستاذ هيحدث تفاعل كيميائي يؤدي إلى تحويل لون الثمرة إلى اللون البني. احتراق الوقود نفس القصة، هيحدث تفاعل كيميائي يؤدي إلى تكوين مادة سوداء مع دخان مع رائحة. طب 9. تسخين خليط من الزيت والصوديوم، طبعا يتكون مادة شديدة القوام اللي هو الصابون. رقم 10 بيقول ايه فيها يا أستاذ؟ ترك مسمار من الحديد للهواء هيصدأ نتيجة التفاعل. ترك شرائح من التفاح معرضة للهواء، نفس القصة، هيؤدي إلى تحول لونها للون إيه؟ البني، هيحدث تفاعل كيميائي ويتغير لونها إلى اللون إيه؟ البني. السؤال بعد كده بيقول لي 9 ماذا كيف نستدل على حدوث تفاعل إيه؟ كيميائي. هنا بيقول لك إضافة صودا الخبز إلى الخل هيحدث فوران، أقول له كده فوران، ويتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون. أضفنا نترات الفضة إلى كلوريد الصوديوم، هيتكون راسب أبيض اللي هو كلوريد الفضة. وضع لوح من الخرسين في كبريتات النحاس، هيزول لون النحاس كبريتات النحاس الزرقاء ويصبح كبريتات خرسين عديمة اللون، لسه جاوبناه. لو أضفنا حمض الهيدروكلوريك المخفف تمام إلى شريط المغنيسيوم، هقول يحدث تفاعل كيميائي ينتج عنه فقاعات غازية تمام من غاز مين؟ الهيدروجين. رقم 5 تسخين شريط المغنيسيوم في الهواء، هيتوهج الشريط ويكون مصحوبا يا بابا بحرارة شديدة. حرق السكر هيتغير يتحول إلى مادة سوداء مع دخان مع رائحة. تفاعل الزيت مع الصوديوم هيدل على حدوث مادة جديدة شديدة القوام اللي هي مادة الصابون. قلي البيض يتغير القوام وإيه يا بابا؟ يتغير القوام واللون. 9 بيقول لي تعرض الحديد للأكسجين هيصدأ ويتحول إلى صدى الحديد. رقم 10 ترك شرائح التفاح في الهواء يتغير لونها للون إيه؟ البني. اشتعال الألعاب النارية طبعا هيؤدي إلى حدوث تفاعل كيميائي ينتج عنه ضوء وحرارة. إمرار غاز ثاني أكسيد الكربون في ماء الجير الرائق، أقول له يعكر ماء الجير الرائق. طب تقليب شريط من دوار الشمس بالمبلل من غاز ثاني أكسيد الكربون، أقول له يتغير لون الشريط. النقطة اللي بعد كده بيقول لي اذكر فرقا واحدا بين التغير الفيزيائي والكيميائي. هقول له التغير الفيزيائي يحدث تغير في الشكل دون التركيب، أما التغير الكيميائي هو تغير يحدث في الشكل والتركيب. كلوريد الفضة أقول له مادة بيضاء عديمة الذوبان في الماء، أما أكسيد المغنيسيوم ده مسحوق أبيض. طب محلول كبريتات النحاس دي بيكون لونها زرقاء، كبريتات الخرسين دي عديمة اللون. ذوبان السكر في الماء دي تغير فيزيائي. احتراق السكر ده تغير كيميائي. طب ادرس الأشكال الآتية، أدي شكل وأدي شكل، أي منهما يمثل تغير كيميائي مع بيان السبب. هنا المية السلب تتحول لماء، أما هنا الخشب تحول لفحم، يبقى اللي حدث له تغير كيميائي هقول رقم كام؟ رقم 2. أي منهما يمثل تغير كيميائي؟ رقم 2، لأن تغيرت المادة في الشكل والتركيب. أي الحالتين لا يحدث تغير في التركيب؟ طبعا رقم 1، لأن تغيرت الحالة الفيزيائية من الحالة الصلبة إلى الحالة إيه؟ السائلة. تغير في الشكل دون تغير في التركيب، بمعنى إن الماء ده لو وضعناه في الثلاجة هيرجع مرة أخرى إيه؟ ثلج تاني. النقطة اللي بعد كده على بركة الله تعالى بيقول لي رقم 2
بيقول لي يا ولاد رقم 2 فيها ايه؟ ماذا نلاحظ عند رفع البالونة في صدى الخبز في الزجاجة؟ أنا معي صدى الخبز أهي في الزجاجة، إيه اللي هيحدث؟ هيحدث طبعا تفاعل، هيحدث إيه؟ تفاعل كيميائي ينتج عنه حدوث فقاعات من غاز ثاني أكسيد الكربون تؤدي إلى انتفاخ من يا ولاد؟ تؤدي إلى انتفاخ البالونة، تؤدي إلى انتفاخ البالونة. ماذا نستنتج؟ لا نستنتج حدوث التفاعل إيه؟ الكيميائي. ما الاسم العلمي لكل من المادتين؟ طبعا اسم العلمي صدى الخبيث اسمها بيكربونات الصوديوم. طب والمادة التانية اللي هو مين معاها؟ الخل. الخل دي المادة العلمية بتاعته اسمه حمض الأستاتيك. حمض ايه؟ الاستاتيك. رقم 3 بيقول لي لديك أنبوبة تحتوي على كلوريد الفضة، تمام؟ إيه كما بالشكل. ماذا يحدث لو أضفنا الماء إلى الأنبوبة؟ لا يذوب، لا إيه؟ يذوب. تعرض لضوء الشمس يتغير لونه اللون إيه؟ البنفسجي. من الشكل 4 أهو شريط ولهب شريط مغنيسيوم. ماذا تلاحظ مع التفسير؟ أقول له لاحظ تغير أو حدوث احتراق للشريط وتكون مسحوق أبيض لامع وحرارة. ما أهمية إيه؟ الماسك. الماسك ده يا بابا يحمي أو يجنب حدوث حروق، تمام؟ نتيجة اشتعال. عند إجراء أمن وسلامة أخرى يجب مراعاتها. أقول له عدم لمس ناتج التفاعل لأنه بيكون يا بابا مصحوبا بحرارة شديدة. رقم 5 الشكلين دول معايا كبريتات النحاس بقت محلول أزرق اللون. هنا بيقول لك بعد مرور يومين مسحوق كبريتات النحاس هل التغير الحادث في اللون يؤكد تغير كيميائي؟ أقول له لا، تمام. طب ليه لا يا أستاذ؟ أقول له لأن هو حدث ذوبان لكبريتات النحاس. أقول له يا أستاذ لا يؤكد أي حدوث تفاعل كيميائي لأن تحولت المادة الصلبة إلى إيه؟ إلى سائلة زي الثلج كده، ولذلك ده يعد تغير إيه؟ فيزيائي. رقم 8 شكل مقابل يوضح إناء به مسامير مصنوعة من حديد. ما المادتان اللتان يمكن أن يتفاعل معهم الحديد؟ أقول له بخار الماء، وممكن مين تاني؟ غاز الأكسجين. كيف يستدل على حدوث ما اسم المادة؟ أقول له صدى الحديد، المادة اللي هتتكون راست ايرون. كيف يستدل على حدوث تفاعل كيميائي؟ أقول له تغير لون المسامير إلى اللون البني. أشكركم طلاب الأعزاء، ولنا استكمال مع حل بقية تدريبات. لا تنسونا الاشتراك في القناة.